من عشرات السنين مرض اسمه الجدري. مرض كان بيسافر مع السفن، كان بيدخل القرى، كان بيصيب الأطفال والرجال والنساء. نص اللي كان بيجيلهم المرض كانوا بيموتوا، واللي بيعيش منهم بيعيشوا بوجوه مشوهة. في التاريخ الجدري قتل الملايين، وكان وباء فتاك. في القرن العشرين بس كانت ضحايا 300 مليون شخص. وفي سنة 1707 شخص واحد عنده جدري تسبب في موت ربع سكان أيسلندا. لكن بعدها خرجت فكرة جديدة، فكرة أنقذت الملايين وقضت على المرض تماما. والنهاردة هنتكلم عن الفكرة دي. في سنة 1749 في إنجلترا اتولد شخص اسمه إدوارد جينر. جينر اتعلم في المدرسة وبقى طبيب جراح. جينر كان شخص ذكي، وفي يوم من الأيام لاحظ ملاحظة غريبة جدا، إن المزارعين ورعاة الأبقار اللي كان بيجيلهم جدري البقر ما كانش بيجيلهم الجدري البشري. ساعتها جدري البقر كان مرض خفيف جدا، بيسيب شوية علامات في الجلد وبيروح لوحده، لكن الجدري البشري كان مرض فتاك بيسبب الوفاة. وكانت الطريقة الوحيدة للحماية من المرض ده كانت عملية اسمها فاريوليشن. كانوا بيجيبوا جلد الإنسان المصاب اللي فيه الفيروس وبيحقنوه للشخص السليم. ولكن للأسف دايما النتائج ما كانتش أحسن حاجة. كان في ناس بيجيلها عدوى، وكان في ناس تانية بتموت، لكن ده كان الحل الوحيد علشان يقللوا انتشار المرض الفتاك ده. نرجع بقى لجينر والملاحظة اللي لاحظها. جينر جاب طفل اسمه جيمس فيليبس وحقنه بجدري الأبقار. الطفل اتطورت عنده شوية أعراض، لكن بعدها خف وبقى كويس. بعد فترة جينر جاب الطفل وحقنه مرة تانية، لكن المرة دي كان بالجدري البشري. وهنا كانت المفاجأة، الطفل ما جالوش أي أعراض جدري. وهنا جينر اتوصل لاكتشاف أول لقاح في التاريخ. في سنة 1798 جينر نشر أوراقه البحثية والتجارب اللي أجراها، وكانت الفكرة دي الشرارة لصنع لقاحات كتيرة غير لقاح الجدري، زي لقاح الحصبة والنكاف وشلل الأطفال وداء الكلب. وبعدها ب 180 سنة تعلن منظمة الصحة العالمية بالقضاء التام على مرض الجدري في العالم كله. ولحد دلوقتي ما زالت رحلتنا مع اللقاحات مستمرة، لأن كل لقاح هو معجزة صغيرة بدأت بملاحظة بسيطة بتنقذ ملايين الأطفال سنويا. لكن مع إن فكرة اللقاح تبان سهلة، إلى إنها بتحتاج سنين علشان تتعمل، لأن الفيروسات دايما بتتغير، ودايما بيظهر أمراض جديدة ومشاكل تانية كتير. فده اللي مخلينا دايما محتاجين نطور تقنيات اللقاحات علشان نوصل للقاحات آمنة أكتر. وفي النهاية أحب أشكركم على متابعتكم للفيديو، وأشوفكم في قصص تانية كتير.